يا عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم مرة أخرى باش نعاودو ندشنو الطنجرة الجرانيت وباش نعملو فيها الزرير بطلب من مشتركة جديدة. أصل الزرير راهو كمية متاع جلجلان مقلي وشطرو بفريوة يعطيكم زرير يجي خفيف وبنين، وبالنسبة لي هذايا الأصل، وبالنسبة لي أبن خلطة. لذا خذيت 300 جرام متاع جلجلان يكون مقلي وعليه 200 جرام متاع بفريوة. تعملوا الفاكهة اللي تحبوا، ولكن هذايا أبن زرير بالنسبة لي. الجلجلان هذاك ولو انه مقلي غسلته خاطر لقيت فيه كمية من الشوائب ومن التراب، ونردو بالنا ننظفوه مليح ونغسلوه كان لزم ونشيحوه للشمس باش الزرير متاعنا ما تجيش فيه القزة كيف ما تقول الوالدة. بعد ما شاح في الشمس حطيته في الفور باش نسخنه، وهذايا باش يسهل لنا عملية الرحي متاعه. دريجين من زمان في فور سخون على 150 درجة، الفور بالفونتيلاتور. الردو بالنا اذا كان عندنا فور بالغاز لا يتحرق ويكحال والا يغمق اكثر من اللازم. راهو الفاكهة ما يلزمهاش تتعرج برشا باش الزرير متاعنا ما يجيش فيه اريير جو مر، والكولور متاعو يغمق اكثر من لازم. كيف باش نرحيه في الرحاء اللي تشوفوا فيها، مانيش باش نغطيها باش البخار ما يرجعش على الفاكهة متاعي، ونقعد في كل مرة نسكت الرحاء منها ترتاح ومني اللم لجناب باش نعاون الجلجلان هذاك يترحى حتىش للي يوصل يولي عجينة، ولكن ماهوش مرحي على الاخر، تكون عجينة ونخليو فيه كعبات متاع جلجلان. حاجتي بالقوام متاع الزرير اللي يكون كريمي في الفم الافوا تحس التقرميشة متاع الفاكهة تحت سنيك. ما نحبش الزرير لحرش برشا واللي يجي مشقق، وما نحبش كيف نرحي الفاكهة لدرجة واني نتحصل على زرير كأنه بيوري. تو تشوفوا القوام ويظهر لي شفتوه في اول الفيديو. باش نعطيكم من اسهل لي روسيت متاع الزرير. هذايا الجلجلان بعد ما رحيته، وهذاك القوام. العجينة مزيتة لكن ماهيش مرحية برشا. نفس العملية بالنسبة للبفريوة والا للنوازات. البفريوة اللي عندي قال الاخر اوريدي محمرة، ولكن باش نزيد نحطها 15 دقيقة ونغمق في الكولور متاعها باش تولي مارون، فمارون غامقة كيف ما هكايا بالضبط. وباش نرحيها وهي سخونة بنفس الطريقة، ما تاخوش برشا وقت في الرحيان مقارنة بالجلجلان، ولكن باش نعملها مرخوفة ولكن تبقى مدشة كيف. الأصل في الزرير كيف راهو بالشحور ومش بالعسل. العسل هو اللي يعتبر دخيل على الزرير، وأحسن قوام وأحسن تكستور وأحسن معناتها مطعم في الفم يكون بالشحور وبالعسل. خاطر كي نخدموه عسل اكاهو يجي ايبس من انك تخدمه شحور وعسل. الشحور متاعي فيه 100 جرام سكر على الكمية هذه متاع الفاكهة و100 مليلتر ماء. باش نحطوهم يغليوا على الغاز عادي. وقت اللي يذوب السكر هذاك باش نحط 10 قارص ما يقارب 5 جرامات او شطر مغرفة كبيرة متاع عصير قارص مش اكثر. نخليه يغلي دريجين من زمان، نحسب له درجين من اللي يبدا يغلي ونقص عليه يعطينا شحور مستصفر وبالقوام اللي حاجتنا به. انا الشحور هذايا باش نزيدو في الاخر ومانيش باش نطيبو من الاول في وسط الطنجرة. فما شكون يعملو خفيف ويقعد يعصد فيه يكمل الطياب متاعو في الطنجرة. بالنسبة لي العسل والشحور باش نحطهم في الاخر. تو تشوفوا في المرحلة القادمة اتحصلت على 120 جرام متاع شحور خليتهم يبردوا. اللي يحب بالترمومتر ما يلزمش يكون اقل من 108 درجات، يلزم يوصل 108 درجات مش اقل. الزبدة اللي باش نستعملوها هي زبدة حيوانية اكيد ومش مرجرين، باش نحيولها الحليب خاطر هذاك يفسد الزرير متاعنا كيف ما تعرفوا الناس الكل، سيرتو اللي يخدم كمية كبيرة. لهنا حطيت الزبدة متاعي على نار تكون ضعيفة، ونقعد كل مرة تخرج لي كالحليب، وكالحليب هذاك معناتها يطلع الفوق نحيه بالمغرفة من غير ما نهز الزبدة معاه. في الاخر باش نصفي الكمية المتبقية ونخليها دو كوتي. تحصلت على 70 جرام وإلا 70 مليلتر باش نستعملهم كيف الكل. العسل اللي استعملته عسل طبيعي يكون ماهوش منكه،
يكون أعسل أزهار، لا فيه زعتر لا كليل لا حتى نكهة أخرى. هذايا الشحور بعد ما برد يكون بالقوام هذاك، يعمل خط جويد على الاخر وقت اللي تحط كمية باردة بين زوز أصوابع. لهنا الطريقة نبدأ بالزبدة، فما شكون يخلط الزرير الكل مع بعضه ويحطه على الغاز، فما شكون يبدأ بالشحور ويحط الفاكهة ويكمل بالزبدة. بالنسبة لي أنا نبدأ بالزبدة ونقلي الفاكهة هذيك مرة أخرى. يقول القائل علاش ما نخلطوش على البارد وعلاش لازم نحطوه على الغاز؟ على خاطر السخانة متاع الغاز باش تخلي الفواكه الجافة ولا الفاكهة متاعنا تزيد تخرج دافونتاج الجو متاعها وتتقلى في وسط الزبدة هذيك، لكنها عملية ما تكونش طويلة. سيرتو احنا عنا كمية ضعيفة متاع فاكهة، راهو الزرير ما يحبش النار جملة، سيرتو كي تزيدوه الشحور وتزيدوه العسل. الشحور طايب في حقه، ما فماش علاش باش نخليوه يغلي على الغاز والزبدة تفصل ويصعب تصليحه. لهنا قاعد نقلي في الزبدة والفواكه الجافة متاعي، والعملية هذه خذت لي 4 دقائق بالضبط، وراو ملي حطيته على الغاز للي طفيت الغاز ما فماش حتى 7 دقائق. الكمية صغيرة، وكيف ما تشوفوا الطنجرة كبيرة على الكمية اللي عملتها، ولكنها الطنجرة الوحيدة اللي عندي وما تلصقش. يلزم لهنا معون يكون الفوم تاعو خشين باش ما يشد الكمش. باش نقعد نحرك وقت اللي باش نزيد ل 120 جرام متاع الشحور. الخليط متاعي باش يبدا يثقال، وكيف كيف الكولور متاعو باش تبدا تغماق. لهنا نخلط العسل وديريكتومون راني باش نخلط عليه نخلط الشحور وديريكتومون باش نخلط عليه بالعسل ونطفي الغاز. ما نخليوش الشحور وما نخليوش العسل يغليو فوق الغاز والا النار تمشي تحتهم، راهو يبس ويفسد لكم القوام متاعو. وتنجم هكا الزبده هذيك ينجم الزرير يقر الزبده وتطفح. دونك على الكميه متاع 500 جرام فاكهه حطيت 220 جرام بين عسل وشحور. انتوما تبداو من 180 وتذوقوا، راو كل واحد كيفاش ياكل. بالنسبه لي كانت كميه معقوله جدا، الزرير ما يكون زاده ماسط وما يكونش ناقص سكر. هذايا القوام اللي نتحصلوا عليه في الاخر، يكون متقطع جاري فمتقطع، لا يكون خفيف برشا ولا جاري برشا وما يكون زاد عاقد برشا لدرجة وانك كيف تحطه في وسط الكيس يبدا مشقق وبالسيف ما تعبيه في وسط الكيسان متاعك. لهنا حطيته في الفريغوفير باش يبرد، وبرد فيت في. هذايا الزرير كيفاش ولا بعد ما برد، كيف ما تشوفوا الكولور عمال تغماق. لهنا باش نحطه في اللي بوكو هذوما متاع البيبيز ولا متاع نوفوني. الحقيقة ما عنديش شكون ولد ولا عندي شكون طهر، ولكن حبيت نعمله بطلب من مشتركة جديدة باش ما تقعد لناش فقاعات متاع هواء في وسط الكيسان والا في اللي بوكو هذوكم. خدمت بالكردون، ومن بعد كيف نحطوا في الكيسان بودنوس هذوما متاع عزيزة ديما نحطوا المغرفة ونقعدوا الرسو باش ما تتكون لناش فقاعات متاع هواء يعطيو منظر خايب في وسط الكيس. وباش نزينوه كيف ما جرات العادة بالبندق. وهذايا هو الزرير. كيف تحطوه في الفريجيدير اكيد باش يجمد شوية بمفعول الزبدة، ولكن تخرجوا من الفريجيدير ميم با 10 دقائق يرجع بالقوام اللي قاعدين تشوفوا فيه. الزرير جاء ما شاء الله بالحق يتعلق طري يتقرمش او ميم طون. كيف ما تشوفوا السيرفاس متاع الكيس لا هي مشقة لا حتى شيء. الزبدة الكمية متاعها زادة معقولة على الاخر، يلمع من غير حتى شيء. حاجة بالحق نودكم ولا نشهيكم، جاي بنين بنين برشا. وعادة ما جلجلان والبفريوة يعملوا مرياج باهي على الاخر راهو في الجو. وماذا بيا يكون الزرير فاتح، وحتى افتح من هكا على انك تحمر الفاكهة برشا ويجيك عاطي معناتها على الكحل، وإلا فما ريسك أنه الفاكهة تتحمر برشا ويجي مطعمه فيه مرارة في الآخر. هذه الكمية الكل لي بتي بوكو هذوكم عملتهم كبريزونتاسيون وحطيت معاهم مغارف جوتابل باش نعمل معناتها ديكوراسيون للفيديو مش أكثر. طريقة الحفظ بالنسبة لي صيف وإلا شتاء في الفريجيدير، وخاصة في الصيف. بالنسبة للعباد اللي باش تكونسومي الزرير هذا تخدموا بكميات كبيرة وتكونسوميه
الون تيرم راهو يلزموا الفريجيدير، ووقت اللي تجي تاكل تخرجه تخليه يرجع شويه بدرجه حراره الغرفه وتقدمه كيف ما تحب. يتقدم في كيسان صغار، مي انا هذاك اللي عندي نشوفوا لهنا اكل تعليكه ونشوفوا اكل قوام، له ارطب برشا وله احرش. اللي ما فهمش حاجه ولا عنده تساؤل يخلي كومنتير، ونقولكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.